الفيوم. خروج حماده جمعه ونزول رجب محمود، وخروج عصام عبد العليم ونزول احمد بكري. كابتن ياسر محمود بيطالب بالتدخل الامني زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. بيتحدث مع الكابتن حسين عبد المنعم والكابتن وليد بدر والكابتن حسام حسن. كابتن ياسر محمود بيشاور الراجل. بنلعب في الدقيقة 29 والمباراة توقفت. هنشوف ماذا يريد الكابتن ياسر محمود. ادي الازاز مكسور امام حضراتكم. يعني منظر ما نتمناش نشوفه. الكل محافظة واحدة، الكل شعب واحد وجمهور واحد بغض النظر عن الانتماءات. ادي على طول تدخل امني اللي بيبذل مجهود كبير مفيش شك في كل المباريات وفي كل المحافظات وفي كل المحافل الرياضية وغير الرياضية للحفاظ على الأمن والأمان لكل فرد من شعب مصر، لكل فرد رياضي وغير رياضي. لكن ما كناش نتمنى نشوف اللقطة اللي فاتت. الكل بيحتفل. ادي امام حضراتكم اللي لسه كنت بتكلم عليها. الكل بيحتفل بالزمالك. في الاخر هي مباراة في كرة القدم ليس اكثر من ذلك. في بطولة الفيوم بيؤدي اداء رائع ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى الدقيقة 22 باداء قوي. حتى هذه الكرة كرة حسين ياسر اللي عدى فيها ولعب عرضية لأحمد جعفر. المباراة ماشية بطريقة هادئة. الكل بيشجع جماهير الفيوم، بعضها بيشجع فريق الفيوم والبعض الآخر بيشجع الزمالك. كل ما هنالك هو هدف لأحمد جعفر. ادي بدلاء الزمالك والدكتور مصطفى المنيري. وادي التدخل الشرطي في التوقيت اللي طلبه الكابتن ياسر محمود. ادي بقى محمود فتح الله واحمد غانم وعبد الواحد وشيكا. طبعا محمود فتح الله وغانم الاثنين لابسين واقيين ولا يعني جنب بعض بيحموا بعض كل واحد. ومعهم عبد الواحد السيد. متوقفة المباراة بقى لها حوالي 4 دقائق. حسن يا أستاذ حسن. ادي الجماهير. الرباط والانوار وركلات الترجيح ما زال التعادل 1-1 ما بين الفريقين بعد ركلتين لكل فريق. غزل المحله اهدرت ركله والرباط والانوار ايضا اهدر ركله. ضربوا فينا طوب يا جماعه، ضربوا علينا طوب. ادي التدخل الامني المناسب لاعاده الامور لنصابها الصحيح، لاعاده الامور لمشاهده كره قدم وتشجيع من انتمي اليه.